معظم الناس بتختار المضاد الحيوي بناء على نوع البكتيريا بس، وبتنسى حاجة أهم: هل المضاد الحيوي ده سايدل ولا ستاتيك؟ وهل هو تايم ديبندنت ولا كونسنتريشن ديبندنت؟ النهارده هنفهم الفرق ده عمليا، وهنعمل جداول كده تجميعية سهلة علشان ما تتوهش تاني، وهنشوف برضو السبيكترم بتاع الانتيبيوتكس. احنا خلصنا الفارماكوكينيتكس وقلنا الفارماكوكينيتكس ده الجسم بيعمل ايه في الدواء. تمام، ابزوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم، اكسكريشن. وانا خدت منها الحاجات اللي احنا ايه اللي انا تو بي كونسيدرد، يعني المعلومات دي بالنسبه للفارماكوكينيتكس. خلاص بقى، وانا معايا مثلا انتي بايوتكس هركز الاكسكريشن بتاعه عن طريق ايه. خلاص، الميتابوليزم بتاعه هيكون عن طريق ايه، هل هو انزيم انديوسر او هل هو انزيم انهبيتور. خلاص، بالنسبه للابزوربشن، بالنسبه للاورال، وبالنسبه للاي في. الفارماكوداينامكس بقى الإفكت بتاع الدراج على جسم الإنسان أو الأنيمال and so on. خلاص، هو هيعمل إيه هيعمل إيه في الجسم. لو إحنا بنتكلم كده على الأنتيبيوتكس يبقى إحنا بنتكلم على أنتيبيوتكس ومايكرو أورجانيزم. تمام، طيب. المايكرو اورجانيزم ده، هل الانتيبيوتكس ده هيعمل لي الكيلينج؟ يعني هو الفارماكو داينامكس يعني تعرفها الانتيبيوتكس interact with target organism to exert their effect. خلاص، يبقى تأثيره ايه على المايكرو اورجانيزم؟ ادي كده انتيبيوتك ومايكرو اورجانيزم. هل هو هيعمل انهبيشن للجروث اوف مايكرو اورجانيزم ولا هيعمل كيلينج للمايكرو اورجانيزم؟ لو بعض الانتيبيوتكس بتعمل انهبيشن للجروث وكده بنسميها بكتيريوستاتيك، ولو عملت كيلينج للمايكرو اورجانيزم يبقى هي بنسميها بكتيريسايد. خلاص، يبقى بكتيريستاتيك دي بتعمل انهبيشن للجروث، والبكتيريسايدال ديت بتعمل كيلينج للمايكرو اورجانيزم. انا هستفيد بيه ايه؟ وهنشوف اصلا البكتيريستاتيك والبكتيريسايدال ديت جايه منين. هستفيد بيه ايه من انا في شغلي، ان انا هقول لك ان البكتيريستاتيك ديت بتعتمد ان البيشنت يكون عنده اميون سيستم. خلاص، بيعمل انهبيشن للجروث اوف مايكرو اورجانيزم، وبيجي الاميون سيستم خلاص بياخد بقى بالفاجوسايتوزس. تمام، كرات الدم البيضاء اللي احنا بنقول بقى ان النيوتروفيل بتعمل فاجوسايتوزس، بتاخد المايكرو اورجانيزم اللي الانتي بيوتيك اشتغل عليه وعمل له انهبيشن للجروث، وبتعمل له ايراديكيشن اوتسايد ذا بادي. خلاص، يبقى هو بيعمل نص الطريق، والنص التاني اللي بيكمل وراه هو الاميون سيستم. طيب، لو عندك بقى عيان داخل الاميون سيستم بتاعه impaired، يعني مثلا عيان هيمودايناميك انستيبل، عيان في حاله سيبتك شوك، اميونو كومبرومايزد، مثلا العيان هايلي انفكتد والاميون سيستم مش قادر ان هو يرد، خلاص يبقى هو كده مش هيقدر يكمل الطريق بعد البكتيريوستاتيك انتيبيوتكس. في الحاله اللي زي كده يبقى انا لازم استخدم بكتيريسايد. وده برضو اللي بيفسر ان انا في حالات اللايف ثريتنج كونديشن او انفكشوس ديزيز، مثلا في حالات السبتك شوك، هتلاقي برضو في الجايد لاينز بيقول لك ان انت لو انت عايز هتستخدم امبيريك ثيرابي هتستخدم بكتيريسايدال نوت بكتيريستاتيك، لان العيان ده بيكون الاميونيتي بتاعته بتبقى امبيرد. خلاص، معاك بقى في الانفكتيف اندوكاردايتس هتعتمد اعتماد كلي على الصيدل. في حالات السبتك شوك هيكون برضو اعتماد كلي على الصيدل. لكن لو في حالات الاميونيتي عاديه والبيشنت دوت مثلا في الورد او البيشنت مثلا، خلاص انت مش محتاج ان انت تستخدم بكتيريسايدال، لكن هتستخدم بكتيريستاتيك. الحاجة التانية برضو في الفارماكوداينامكس اللي هنتكلم عليها، ان انت لما تيجي تدي هل ان انا هدي الانتيبيوتكس دوت ب هاي دوزز مره واحده، ولا ان انا هقسمه هدي مثلا بلو دوز كل 6 ساعات او كل 8 ساعات؟ ايه الفرق ما بين ان انا ادي مثلا انتيبيوتكس الدوز بتاعته تكون كل 24 ساعه، وفرق ما بين ان انا ادي انتيبيوتكس مثلا كل 4 ساعات وكل 6 ساعات؟ وده اللي جت تقسيمه التايم ديبندنت والكونسنتريشن ديبندنت. تمام، الكونسنتريشن ديبندنت بيعتمد على ان انا بدي الانتيبيوتكس ممكن مره واحده بس بكونسنتريشن عالي، لكن التايم ديبندنت ان انا بديه بكونسنتريشن قليل ولكن يكون على مدار اليوم، كل 4 ساعات او كل 6 ساعات او كل 8 ساعات، لازم المايكرو اورجانيزم يكون شايفه على طول الوقت قدامه. الفرق ان احنا قلنا البكتيريستاتيك ديت اللي هو بيعمل انهبيشن للجروث، تمام، بيعتمد على الاميون سيستم ان هو بيكمل بقيه المهمه بتاعته، يعني بيعمل انهبيشن جروث. الاميون سيستم بقى خلاص بياخد المايكرو اورجانيزم دوت يعمله ايراديكيشن بره الجسم. البكتيريسايدال بقى بيعمل كيلينج للمايكرو اورجانيزم، خلاص هو مش محتاج اصلا الاميون سيستم. اللي انا بحتاجه ان انا البكتيريستاتيك استخدمها مع عيان الاميونيتي بتاعته كويسه، ولكن البكتيريسايدال ما بيستخدمه مع عيان الاميون السيستم بتاعه ايه؟
مش بيكون impaired في حالات السيبتيك شوك. تمام؟ لمّا بتيجي تستخدم empiric therapy ما تستخدمش bacteriostatic. تمام؟ أنت بيعمل الantibiotics bacteriostatic، بيعمل inhibition للgrowth of microorganism، والmicroorganism موجود جوّه الجسم. هو الimmune system مش عارف أصلًا ياخده ويعمل له phagocytosis ويطلّعه برّه الجسم، فأنت كده بتزوّد الtoxicity على العيان كمان. تمام؟ يبقى في الsevere أو في الcritical condition إحنا هنستخدم bactericidal not bacteriostatic. وده اللي أنا كنت عملته مثلًا، كنت بالاحظ أول ما دخلت في رعاية من الرعايات، أول ما دخلت كده لقيت إن في الcatheter related bloodstream infection حاطين الZyvox. طب ليه يا جماعة Zyvox، إيه المشكلة يعني؟ طب ما أنا عايزة أcover MRSA وده MRSA بس برضه والvancomycin. أقول له لأ، أنت بقى لو أنت عايز مثلًا بنتكلم على الMRSA، إحنا كده بصرف النظر إن إحنا الZyvox ده مخلّينه reserve كده للVersa. تمام؟ ولكن إن إحنا بنتكلم على catheter related bloodstream infection serious infection يبقى أنت تستخدم bactericidal antibiotics not bacteriostatic. حالات الinfective endocarditis never ever إن أنت عيان يدخل لك بinfective endocarditis الICU وتستخدم له مثلًا أي حاجة مثلًا زي Zyvox، لأ، هتستخدم له bactericidal. يبقى دوّة الفرق ما بين الbactericidal والbacteriostatic. قال لك إن هو مثلًا باستخدمه في الendocarditis زي ما إحنا قُلنا. حالات الmeningitis مش هنهزر، يعني مش هندّي bacteriostatic inhibition للجروث إيه، ده حاجة يعني لو ما لحقتش العيان دوّة أصلًا في الأول، تمام، خلاص. في الinfection مثلًا في neutropenic patient مثلًا في حالات الosteomyelitis، شوف كلّها حاجات إيه critical condition يبقى أنا باستخدم فيها bactericidal not bacteriostatic، لإن في الحالات ديّة بيكون الimmunity عند العيان بيبقى impaired. جمّعت لكم كده في الslide دي، تمام، الantibiotics الstatic ديّة التجميعة ديّة بتاعتي أنا. تمام، الstatic والcidal. تمام، bacteriostatic هنا عندك الTicaC الtetracycline، الماكرولايدز، الإريثروميسين، الكينوبريستين، دالفوبريستين، كل واحد لوحده. تمام، والترايميثوبريم لوحده، والسلفاميثوكسازول لوحده. وأنا ليه هاقول لك هنا لوحده؟ لإن كل مادة لوحدها بكتيريوستاتيك، بس لمّا جمّعوا الاتنين مع بعض بقت سايدة. يبقى معنى كده إن أنت عندك الستريم اللي إحنا بنستخدمه اللي هو ترايميثوبريم سلفاميثوكسازول ده بكتيريسايد. تمام، ولكن لو استخدمت ترايميثوبريم بس يبقى ده كده static، والسلفوناميد بس يبقى ده كده إيه static. الكلورامفينيكول والكليندامايسين واللاينوزوليد. طيب البكتيريسايدال بقى البيتا لاكتام كله، الامينو جلايكوسايد طبعًا، الكينولونز، ال ال الساينيريسايد دوّة اللي هو إيه الcombination بتاع الكينوبريستين دالفوبريستين. أوكي، يبقى هنا كل واحد لوحده static، لكن الcombination ما بينهم هُم الاتنين حصل ساينيريزم وبقوا إيه بكتيريسايد. الريفامبين بكتيريسايدال، الستريم، الفانكومايسين، الدابتومايسين والفلاجيل. في هنا بيقول لك bacteriostatic and cidal according to dose، يعني في مثلًا زي الإريثروميسين لو أنت استخدمته بالhigh dose هيبقى cidal، بالlow dose هيبقى static. الكلورامفينيكول بالhigh dose cidal، وبالlow dose هيبقى إيه، هيبقى static. طيب في برضه bacteriostatic وbactericidal according to الmicroorganism. بتفرق، بتفرق. تمام، لإن إحنا قُلنا لكل microorganism لكل antibiotic MIC تجاه microorganism إيه، microorganism معين. طيب يعني إيه؟ خُد عندك مثلًا زي اللاينوزوليد، أوكي، بيكون static لو هو بيتارجت الstaph والenterococcus، وصيدا لو هو بقى على الmoxt strain بتاع الstreptococcus pneumoniae. يعني إحنا بنقول إن اللاينوزوليد ده الspectrum بتاعه على الstaph والstrep والenterococci. تمام، الstaph والenterococci هو static، لكن لو على الstreptococcus pneumoniae يبقى هو كده صيدا. طيب أنتِ لسه قايلة من شوية إن في عيان كان catheter related bloodstream infection في septic shock، ورفضتِ إن إحنا نحط الZyvox أو اللاينوزوليد علشان هو static، وحطينا vancomycin كأنتي ميرسا علشان هو صيدل. تمام، بصرف النظر إن ده فيرسا. تمام، بس أنا باتكلم على الpoint دي معينة. تمام، هاقول لك ما أنا لمّا آجي أحطه كempiric therapy أنتي ميرسا، حتى لو أنتي ميرسا فأنا باتكلم على الstaff. الميرسا دي ميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريوس. تمام، يبقى دي كده ايه static. لكن لو انت هتحطه على ستريبتوكوكس نيمونيا اللي انا اصلا ما بستخدمش الزايفوكس على الستريبتوكوكس نيمونيا مش للدرجه دي يعني. تمام، عندي ايجنت تانيين ان انا استخدمه كستريبتوكوكس نيمونيا في الحاله ديت ايه صيدل. برضو الفانكومايسين هو صيدل على الميرسا ولكن static على
الانتيروكوكس، ولكن مع الانتيروكوكس بعض الحالات إن بيقول لك في السيفير انفكشن ممكن إن أنا أستخدم معاه جنتامايسين كساينرجيزم، لو استخدمت معاه الجنتامايسين بيبقى بكتيريسايدال. أدي كده الفرق ما بين البكتيريوستاتيك انهبيشن للجروث باستخدمه مع الاميونيتي كويس، البكتيريسايدال بيعمل كيلينج للمايكرو اورجانيزم للعيان اللي بيكون بيرد للاميونيتي، وادي البكتيريوستاتيك والسايدر اكوردنج تو دوز. تمام، ادي كده الجدول دوت عندك عادي، مش شرط ان انت تحفظه، بس بالاكسبيرينس بقى شويه بشويه خلاص ان انت كده حفظت انهي بكتيريسايدر وانهي بكتيريوستاتيك. تمام، وادي كده بكتيريوستاتيك وسايدر اكوردنج تو المايكرو اورجانيزم، بحيث ان انا اكون لمالك في كل حاجه. خلاص، الحاجه اللي بعد كده الفارماكو داينامكس والفارماكوكاينيتكس ريليشن شيب، العلاقه ما بينهم هما الاثنين، بان احنا البوينت اللي انا عايزه اتكلم فيها هنا اللي هو إيه بقى الactivity of antibiotics against المايكرو correlate with duration of time. تمام above that the concentration of drug remains above الMIC. يعني إيه؟ أنت بتسمع عن حاجة اسمها time dependent concentration dependent. يعني ممكن أقول للphysician مثلًا لأ ده على فكرة concentration dependent يبقى أنا هاستخدمه once daily dose. لكن ده مثلًا ييجي يقول لي هو ينفع إن أنا أستخدم اليوناسين IV مثلًا كل 24 ساعة أو كل 12 ساعة؟ أقول له لأ، ده هو time dependent، يعني تستخدمه كل 4، تستخدمه كل 6 ساعات، تمام، ولكن ما باستخدموش once daily dose. إيه الفرق ما بين الtime dependent والconcentration dependent؟ إن الtime dependent المفروض إن أنت تكون معرّض الantibiotics قدّام المايكرو organism وقت طويل، خلاص to be effective. لكن الconcentration dependent بتبقى من الكاركترز بتاعة الantibiotics نفسه. تمام، هي المايكرو اورجانيزم عايزة تركيز عالي جدًا، تفاجئها بيه تركيز عالي وخلاص، ممكن إن أنت تدّيه تاني يوم، خلاص يبقى أنت لازم إن هي بتفرق إن أنت تكون طول الوقت all the time شايفة الantibiotics قدّامها، أو إن هي بتكون عايزة من الantibiotics ده علشان يكون effective عليها. تمام، لو فاجئتها بconcentration عالي خلاص إن أنت كده إيه، بتوصل للeffect بتاع الantibiotics. example للtime dependent زي البيتا لاكتام، وهتلاحظ في البيتا لاكتام دايمًا الدوسز بتاعتها كل 4، كل 6، كل 8. تمام، الكاربابينم كل 8، الجلايكوبيبتايدز كل 8، الماكرولايدز، اللاينوزوليد، الكليندامايسين. تمام، غير بقى الكونسنتريشن ديبندنت. تمام، ديّة بتبقى مثلًا زي الأمينو جلايكوسايد، لمّا باجي إن أنا أقول لك مثلًا حُط الأمينو جلايكوسايد once daily dose في الnormal renal function to avoid الnephrotoxicity. بالنسبة للأمينو جلايكوسايد هتدّي مثلًا هتحسب الدوز على الadjusted body weight، وهنقولها برضه وإحنا بنقول الأمينو جلايكوسايد بتستخدم once daily dose في حالة الnormal renal function. لكن لو كان في impaired renal function بتقسّمها كل إيه، كل 8 ساعات. الفلوروكينالونز بالدليل إن أنا باستخدم التافانيك once daily dose، الدابتومايسين برضه once daily dose، الفلاجيل تمام، بس أنا باستخدمه بس إن هو بيكون be effective، ولكن أنا ممكن إن أنا أستخدمه كل إيه، كل 12 ساعة بالدوز الإيه، بالدوز العالية، مش كل 4 ساعات مثلًا أو كل 6 ساعات، أقصى تركيز إن أنا باستخدمه كل مثلًا إيه، كل 8 ساعات. تمام، طيب حسبوا بقى الtime dependent والconcentration dependent ديّة على أساس إيه؟ في حاجة اسمها قال لك مثلًا إن لو الtype dependent أعلى من لازم إن هو يكون أعلى من الMIC. شوف طول ما إحنا ماشيين كده بالنسبة للbactericidal هاقول لك عرفوها من الMIC، الbacteriostatic عرفوها من الMIC، الtime dependent قال لك إن هو لازم يكون الtime أعلى من الMIC. تمام، علشان خاطر يوصل للهدف بتاعنا إن الserum level تمام، يكون من 40 ل60%. تمام، يعني أنا طول الوقت all the day all the day على مدار اليوم كله إن أنا لازم يكون الserum concentration بتاع الtime dependent antibiotic من 40 ل60%. غير كده هتلاقي إن البكتيريا دي بتبتدي إن هي تفوق لو لقيت التركيز بتاع الantibiotics قَل شوية. تمام، بتبتدي إن هي تفوق وتعمل resistance للantibiotics. عشان كده لمّا بنيجي نقول الpatient education للantibiotics، لمّا تيجي تاخد الantibiotic لازم تاخده في ميعاده مضبوط، ما مثلًا كل 8 ساعات مش تيجي تقول 3 مرات في اليوم، يبقى هو هياخده مثلًا الساعة 08:00 وياخده الساعة مثلًا 19:00 ويروح جاي واخده الساعة 10:00. الكلام ده غلط، يبقى إيه on the time. تمام، فدي كده بيقول لك إن هم عرفوها إزاي، إن لازم يكون الtime of exposure بتاع الantibiotics مع قدّام الmicro organism أعلى من الMIC. تمام، يبقى دول إيه كده إيه الtime dependent. في حاجة برضه يقول لك في الconcentration dependent، وهُم بقى بيحسبوا الدوز إزاي، يقول لك لازم يكون أعلى تركيز Cmax maximum concentration للدوا
تمام، على يكون على الMIC تمام، دوّة إن هو بيحسبها إن هو بحيث إن هو يكون عامل higher drug concentration. الgoal بتاعنا بيكون من 8 ل10 في الMIC. يعني مثلًا إيه، الMIC بتاع الأمينو جلايكوسايد مثلًا تجاه السودوموناس مثلًا، طلع مثلًا كام، 2 خلاص. فهو لمّا بييجي يحسب بقى الdose بتاعته تمام، فبيحسب من 8 ل10 MIC، يعني 2 في 10. أو 2 في 8 تمام، يبقى هيحسب لك مثلًا إيه، 2 في 10 ب20 و2 في 8 ب16، ييجي يقول لك مثلًا الdose بتاعته من 16 ل20 مللي جرام per kg. ودي تقريبًا الdose بتاعة الأمينو جلايكوسايد لمّا أنت تيجي تشوفها هتلاقي مثلًا إيه من 15 ل20 مللي جرام per kg. عرفت بقى الdose جاية منين؟ حسبها إن شاف الMIC بتاع الantibiotic ده مع الmicro organism ده تمام، وعرف إن هو bactericidal، وعرف إن هو concentration dependent وحسب إيه، حسب الدوز. هنا برضه في حاجة اسمها area under the curve تمام، علشان برضه لمّا تيجي تقرا في الvancomycin إن هو بيتحسب الefficacy بتاعته بالarea under the curve. باختصار خالص هو عبارة عن total systemic exposure to drug. يعني إن هو بيشوف الquantity بتاعة الplasma concentration بتاع الإيه، بتاع الدوا تمام، total exposure total exposure total systemic exposure to drug تمام، وديّة بتبقى اسمها الAUC تمام، ديّة برضه اللي هو بيحسب بيها الدوز بتاعة الإيه، الvancomycin والfluoroquinolones خلاص. بمناسبة الvancomycin أنا باشوف الeffect بتاعه أو إن أنا باعمل monitor للvancomycin بإيه، بvancomycin level، بتبعت level للvancomycin وبتشوفه عند level معين كده إن أنت وكده within الtherapeutic range والّا كده دوّة يكون مثلًا إيه الsubtherapeutic والّا بيكون مثلًا إيه الtoxic range. من الناحية دي بقى إن أنت بتقلل الدوز أو إن أنت بترفع الدوز وهنقولها. اللي تهمني في الslide ديّة في حاجة اسمها persistent suppression of bacterial growth after microbial exposure اللي هو الBAE. بمعنى إيه؟ أنت ادّيت antibiotics تمام، بعد ما بتخلّص الantibiotics مثلًا النهارده هو لسه مفعول الantibiotics لسه مكمّل. خلاص؟ اللي ليهم post أو persistent suppression of bacterial growth after antimicrobial exposure أو ليهم الBAE دوّة عالية، عندك الأمينو جلايكوسايد والفلوروكينولون والمترونيدازول. أنا هاحتاجها إيه في شغلي مثلًا، لو عيان ماشي على الجنتاميسين وجه مثلًا بعد كده الدكتور يقول لي بُصّي هو في دكتور تاني جه استلم وكان إيه مثلًا غلط غلطة مثلًا والعيان ده ما خدش دوز مثلًا من الأمينو جلايكوسايد. إحنا هينفع إن إحنا نبتديه تاني وندّي الدوز اللي بعده والّا لأ؟ هاقول له آه، الأمينو جلايكوسايد ليه persistent suppression of bacterial growth after antimicrobial exposure. يعني بعد ما أنت بتوقّف الدوا النهارده هو لسه مكمّل معاك شوية تمام، فأنا عادي جدًا لأ، ابتدي تاني تمام وكمّل العلاج. الexample ليهم إيه، الأمينو جلايكوسايد مكمّل معاك، الفلوروكينولونز مكمّل معاك، المترونيدازول إيه مكمّل معاك. هتستفيد بيها في حاجة تانية برضه، يعني لمّا يكون مثلًا في side effect للdrug تمام، أنت خلّي بالك إن أنت بعد ما توقّف الدوا ده الside effect بتاعه أو الadverse effect مكمّل معاك يومين 3 مثلًا، أو على حسب الT half بتاعه. خلاص، يبقى معنى كده إن مثلًا لو حاجة دوا مثلًا عندك teratogenic بتشوف الT half بتاعه هل هو بعد كده مثلًا إن الفيميل اللي بتاخده ديّة إن هي عندها فرصة إن هي to be pregnant مثلًا في خلال قد إيه. في أدوية بتوصل مثلًا إن هي ما ينفعش إن هي تبقى pregnant مثلًا إلا بعدها ب5 شهور مثلًا تمام، علشان خاطر الeffect ده خلاص. لكن اللي بيبقى ليهم الlow effect ده اللي هو البيتا لاكتام once إن أنت خلّصت الدوز بتاعته النهارده وما خدتوش بكرة خلاص كده يبقى حصل له clearance أصلًا من الجسم. خلاص، يبقى الeffect بتاعه ضاع. يبقى أنت لمّا تيجي عايز تبتدي بقى ابتدي بagent تاني مثلًا وابتدي إيه، بدوز عالية. خلاص، دي بالنسبة الpersistence suppression.